السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت. 20 مليونا وربما أكثر من ذلك، هذا الرقم الكبير الذي فاق كل التوقعات أكدته الكاميرات بالنقل الحي، وأفاضت الشاشات بأضخم حشد بشري في العالم يقودهم حب واحد لرجل لا مثيل له في الأرض، استحق أن يتحمل من أجله عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال مشقات السفر مشيا على الأقدام غير مكترثين بصقيع الليل وتهديدات الخوارج والتكفيريين. هذا الحشد الأضخم في العالم بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية ضاقت به شوارع وساحات مدينة كربلاء، وطغى لون الحداد الأسود على ألوان المدينة، وأحاط ضريح سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بالندب والدموع حزنا على هذا الرجل الذي قتلته سيوف الدولة الأموية قبل 1357 عاما لمنعه من إصلاح ما أفسدته النفوس في دين الله وخلقه. وخلافا لما خططته له الدولة الأموية، فإن شهادة الإمام الحسين عليه السلام حفظت الرسالة المحمدية وشكلت نهجا للحياة يقصده الملايين من كل أنحاء العالم، ويعبرون كل فج عميق لحماية نهج الإمام من الطارئين على الإسلام أو الخارجين منها، أو الذين يؤمنون بالتكفير والذبح والنحر وحز الرؤوس وأكل الأكباد، ويعبدون الطائفية ويستهدفون الوحدة الإسلامية بمشاريع ظاهرها دين وباطنها جاهلية أولى. وقد أكد الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام على نبذ الطائفية والمناطقية، ودعوا إلى الوحدة في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء.